لماذا مواقع التواصل مجانية؟ مقال للدكتور عمر عبد الكافي، بدايته هذا السؤال والجواب بتصرف بسيط: عندما لا تدفع ثمن البضاعة فاعلم أنك أنت البضاعة. الجوال من أخف ما يكون حملا ووزنا بالدنيا، ولكن قد يكون من أثقل ما يكون حملا ووزرا في الآخرة، فلنحسن استخدامه. مواقع التواصل بحر عميق ضاعت فيه أخلاق الرجال شيبا وشبابا، وابتلعت أمواجه حياء العذارى، وهلك فيه خلق كثير إلا من رحم الله. الإنترنت سوق كبير ولا أحد يقدم سلعته مجانا، فالكل يريد مقابلا، فمنهم من يريد إفساد الأخلاق مقابل سلعته، ومنهم من يريد عرض فكره المشبوه، ومنهم طالب الشهرة، ومنهم المصلحين. فلا تشتري حتى تتفحص السلع جيدا قبل أن تعلق أو تشارك. فكر إن كان ذلك يرضي الله تعالى أو يغضبه. لا تعول على صداقة من لم تره عينك، ولا تحكم على الرجال من خلال ما يكتبونه، فإنهم متنكرون، فصورهم مدبلجة وأخلاقهم مجملة وكلماتهم منمقة. احذر أصحاب الأسماء المستعارة، فإن أصحابها لا يثقون في أنفسهم، فلا تثق في من لا يثق في نفسه. لا تجرح من جرحك، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه، وأنت تمثل أخلاقك وليس أخلاقه، فكل إناء بما فيه ينضح. انتقي ما تكتب، فأنت تكتب والملائكة يكتبون، والله تعالى من فوق الجميع يحاسب ويراقب. إن أخوف ما أخافه عليك في بحر الإنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام ولقطات الفجور والانحراف. فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات، فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك، واسعى في نشر دينك. وإن رأيت نفسك متمرغا في أوحال المحرمات، فاهرب من دنيا الإنترنت هروبك من الضبع المفترس. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.